السلفية الدعوية على منهاج النبوة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. هذا بيان من أخيكم بالله حسن بن عبد الوهاب البنا، الداعية السلفي في مصر العربية، بشأن المشكلة القائمة باعتبار المجالس العدنية مجالس سرية الذي يرسل الشيخ ربيع موتانا وزورا. أقول ويقرأه عني ابني عبد الوهاب حسن عبد الوهاب، حيث أني طريح الفراش ولا أستطيع أن أقرأ قراءة طيبة لمرضي، فأنا أقول له اللي يقرأ عني وتستمع عليه إن شاء الله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بيان من فضيلة الشيخ حسن عبد الوهاب البنا حول تبرئة العلامة المحدث ربيع بن هادي المدخلي من المجالس السرية. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد استمعنا إلى صوتية هي عبارة عن حوار بين الأخ عبد الواحد المدخلي وفرج خميرة مدير إدارة فض المنازعات في قيادة الجيش الليبي، تضمنت عبارات خطيرة نطق بها عبد الواحد في هذا الحوار، وهي ما يلي: صارت فيه مجالس اسمها مجالس شورى، كتابة ملخصة سرية ما تروح لأي أحد، وفيه قضايا في سوريا واجتمعوا لها ما أحد يعرف شيئا عنها. اعتراف عبد الواحد بأنه هو الذي يرتب لهذه المجالس، فقال يجتمعون لها وأنا أرتب لهذا المجلس. إقرار عبد الواحد فهم الأخ الليبي في قوله نناقش الشيخ أي الشيخ ربيعا ونعطيه بعض المعلومات، بقوله نعم خفيف، أي لا تعطوا الشيخ ربيعا كل المعلومات بتفاصيلها التي تخص القتال في ليبيا، بل أعطوه بعضها فقط. قول عبد الواحد لفرج: لخص هذا الكلام في كتابة ملخصة سرية ما تروح لأي أحد، لما تطلع فتوى قوية من عدد من المشايخ وتصلكم ونحن نعرف كيف نوصلها للسلفيين. والسؤال الموجه الآن للأخ عبد الواحد: هل العلامة ربيع بن هادي حفظه الله كلفك بهذه الأمور الخطيرة؟ وقد انتشرت صوتية للأخ الشيخ خالد بن عبد الرحمن وفقه الله أنكر فيها هذه المجالس السرية البدعية، وأنها ليست من هدي السلف الصالح، ونحن نوافقه على إنكارها. لكن الإشكال أنه نسب هذه المجالس البدعية إلى العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ورعاه، حيث ظن علم الشيخ ربيع بحقيقة صفة هذه المجالس السرية على الصفة التي جاءت في كلام عبد الواحد المتقدم ذكره، والتي هي بلا شك انحراف عن السنة في هذه المسألة، وتقرين لمنهج الخوارج في الاستخفاء بمجالس سرية لمناقشة أمور القتال بعيدا عن أعين ولاة الأمر. وإنما تكلم الشيخ ربيع بن هادي عن مسألة جلوس العلماء للمشاورة والمباحثة في المسائل العلمية عامة، ومنها ما قد يتعلق بالنوازل في القتال ونحوه، وهذا أمر لا غبار عليه، فإن العلماء لهم أن يناصحوا ولاة الأمر في هذه الشؤون، وإذا أذن ولي الأمر في قتال العدو فإنهم يكونون خلفه وتحت رايته تبعا لاجتهاد العلماء. ولذلك قول الشيخ خالد بن عبد الرحمن عن كلام العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله هذا التقرير تقرير الخوارج، وأنه انحراف عن السنة في هذه المسألة ليس بصواب، بل هو خطأ منه في حق العلامة ربيع بن هادي، ويجب عليه أن يعتذر منه، وهو أهل لذلك إن شاء الله. فعهدنا
بالشيخ خالد عبد الرحمن أنه يحترم العلماء ويبجلهم، بل تقرير مذهب الخوارج والانحراف عن السنة في هذه المسألة إنما يكون لمن عقد مجالس سرية من وراء العلماء وولاة الأمر. والعلامة ربيع بن هادي بريء من هذه المجالس السرية. وكتابات العلامة ربيع بن هادي حفظه الله في التحذير من الخوارج والتحذير من الخروج على ولاة الأمر مبثوثة على موقعه الخاص، وفي مؤلفات مطبوعة منشورة لا تخفى على أحد. وهذا يستلزم من العلامة ربيع أن يستمع إلى تقريرات عبد الواحد الخطيرة المنشورة بصوته، والتي هي أصل هذه المشكلة. نسأل الله سبحانه أن يعجل بزوال هذه الفتنة وأن يؤلف بين السلفيين. وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. أنا قدمت سيدني بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، قدمت سيدني بقراءة في البيان وأنا أقره وكل ما فيه موافق عليه وموافق على نشره، وجزاكم الله خير وأضحى الله الفتن وبرأنا من الفتن والمعاصي، والصلاة والسلام على رسول الله. وكان هذا في يوم السبت 18 جمادى الآخرة من عام 1440 هجريا، الموافق ليوم 23 فبراير عام 2019. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.